يا اخي تصدق بعض الناس هني الحمد لله والشكر، طبعا مو الكل لان في ناس هني راقين، بس الهيلق احنا لو الله يفكنا من الهيلق احنا بخير. الهيلق وصاخة الدنيا، حقارة، خبث، يزلقك مع ربعك، يزلقك مع اهلك، يزلقك مع حبيبتك، يزلقك بالدوام، يزلقك مع الدنيا كلها، يهدم حياتك، ما عنده مشكلة. يشتكون على بعض، يسجنون بعض، يدبسون بعض، واحد يقط الثاني، مزبلة الارض. يساوم البنت، تبين كذي تعطيني كذي. من يقعدون بمكان كلهم يمدحون كل شعوب الارض. يا اخي والله الانجليز وناسه محترمين، تعاملهم راقي، ودك تعيش هنا، زين ليش ما تصيرون نفسهم؟ ممكن نفهم؟ لا، كلب 16 كلب. هي هني اوسخ انسان في الارض، يسافر برا يرجع يقعد يمدح لنا اللي برا. حكي انت زباله. والله يا اخي ورب الكعبه يا هني لهني ناس مثاليين على الفاضي، كلهم يطلعون باحلى صوره. يعني هو معقوله كلكم كذي طبيعيين؟ كلكم الحين طبيعيين انتو؟ حتى بما فيهم المشاهير ولك اخت المثاليه كلهم. لا احنا كلنا عفويين، اكو واحد عفوي بهالشكل هذا؟ بسكم عن يومكم البشر بس. والله يا بعض انتم يعني في ناس يدرون كلامي صح، في بعض الناس هني والله يقدر من العالي، خبث وحقد وحقاره ووساخه وقذاره وتزلغ ويموت اذا شاف احد مرتاح. يعني الكلام ينطبق على الحريم والريايل كلكم. يا البعض منكم والله وناسته يشوف الحياه مشعلله. انت الله عليكم. انا ليش اقول لكم هالكلام يا جماعه؟ لان انا اتنرفز من الناس اللي يدشون يكتبون لي ليش كلها تصارخ، كلها تتحطم، كلها تسب، كلها معصب، ما ادري شنو. زين انت الحين انا بالسناب اللي يضيف يشوف. انت معود مسلسلات بالتلفزيون الفاظ قدره. يعني هذا الحين ما اثر فيكم بس كلام اللي بيأثر، ولا تبي امد ايدي عشان تستوعب اللي قاعد اقوله الحين؟ الله عليكم. ما علينا، انا عندي تعليق على بعض المسلسلات. الحين ابي اللي يكتب المسلسل، انت لما تكتب النص تتعمد تكتب الالفاظ القذره هذه اللي ببيئتك؟ سؤال لا. يعني الحين هذا المسلسل الزفت، هم بغربه برا مسافرين، بنات شباب بروح، اوكي، قاعد تتكلم عن قصه حلوين. الالفاظ القذره ليش الالفاظ القذره والمشاهد اللي تدل على شيء قذر مثل بيئتكم؟ ليش؟ هذه متزوجه هذا، ها سويتوا على انه ما صار شيء. شنو هالمستوى الواطي يا واطين؟ شنو هذا؟ بس انا ما اشرح عليكم انا ليش قاعد انتقدكم، لانه واحده يعني هم يمثلون زباله، بس واحده من الممثلات لما تواعد يا جماعه والله العظيم تاخذ اخوها معاها، والله العظيم، فينقلون بيئتهم القذره للناس ان الحياه كذي ترى. لا هذه بيئتكم، فبليز عدم نقل البيئه القذره مالتكم للناس. يو اندرستاند هيلك؟ الله عليكم. انا تجربه كبدي يحسسونك بعض الكتاب يحسسونك انه بالسنه 17 18 مسلسل يكتب. حمار، كل سنه مسلسل واحد واخس شيء يطلع وياهم، ناس خايس، حوار ازبل، قصه حماره، خرابيط، ودك تدش المسلسل تنعلهم. هذا ما يصير بالدنيا. شلون حتى بالخيال ما يصير؟ سنه عندك السنه كم فيها؟ 365 يوم صح يا حمار؟ شي 30 يوم من رمضان، 335 نعال قطعهم على راسك. عندك 335 يوم اقعد اكتب على راحتك، طلع لنا ناس محترم، ولا انت مالك درب مع الاحترام؟ الله عليكم. يعني على سبيل المثال خليني اقول لك شلون قصص اي كلام. الحين مسلسلين نفس الشيء، حياة الفهد وسعاد عبد الله. حلو الكلام. مسلسل حياة الفهد 22 سنة بالسجن وطلعت، سعاد عبد الله 36 سنة بالسجن وطلعت. حياة الفهد عيالها ما عرفوها، سعاد عبد الله حفيدها عرفها. شلون حفيدي عرف والعيال ما سكران ما يقتنع بالموضوع؟ واثنينهم نفس الحوار قالوا، هذا قال ابوي حرمني ما خلاني اجيك، وهذول قالوا ابونا قال انت اللي قتلتي ما ادري منو وما يولها.
22 سنه من امنا، من امنا، ايش دعوه من امنا؟ ايش دعوه؟ ايش دعوه؟ حفيدها عرفها، عرف زولها بعد، طلع كنا يدتي هذه كذي. كابتن انت يعني توقع من النوم كتبت المسلسل ولا شنو؟ اللي الو شنو تبي تمثلون برمضان؟ لكم خلق؟ يلا بروح اكتب لكم مسلسل.